اهلا بك يا نور معانا النهارده في بودكاست الحبايب. ازيك يا مصطفى؟ النهارده عايز اكلمك في موضوع ان انت ممكن تشتري حاجات انت اصلا ممكن مش محتاجاها، بس هي عشان طالعه على ترند دلوقتي فانت انا لازم اجيبها. ايه حاجات جبتيها مثلا الفتره اللي فاتت زي كده؟ اكيد انت جبت الصباره الراقصه. ايه ده؟ ايوه طبعا انا كانت حاجة جبتها هي لابن اختي وعملت له مفاجاه. بسط. هو اتبسط بيها جدا وعجباه جدا، بس بعدها بقى انت طبعا صداع بروفين. مفيش بقى خلاص. دلوقتي رجعت حاجه تاني من ايامنا. اوكي. باتيناج. انا كنت هشتري واحد اول ما طلعت خالص، بعد كده لقيت الناس كلها جايبه وبعدين انا كنا بنركب باتيناج واحنا عيال، بس هو دلوقتي ما اسموش باتيناج. اسمه ايه بقى؟ اسمه رولر بليد. ايه؟ اسمه ايه؟ رولر بليد زي الهوفر بورد. جهاز غريب تحسي ان الناس وحاولت ماشي كل المحاولات. عند اخر محاوله كان هيبقى في غرزتين في وشي فوقفت بقى. انا فاكر زمان البتاع اللي هي بتتلبس في الايد دي اللي هي الباور بالانس بتلبسيها عشان لو حد زقك في المدرسه ويقعدوا يزقوا لبعض العيال وكلهم بيتزقوا عادي. يعني لو انت بتدي ان شاء الواحد الله بس تنشل كده لا انا انا داخل 5 جنيه بالبتاع مش هقع. لا في حاجات بتبقى زي ظريفه. اللي جبتي مثلا كان ترند وكمل معاكي المكنه بتاعت الوبر المكنه بتاعت الوبر اللي هي بتشيل الوبر في طلعت بالكهرباء تقريبا. تحفه. هي الفكره ان الحاجات اللي هي طلعت ترند دي كل ما تطلع حاجه تشتريها حتى وانت مش محتاجاها، وقت تجيبي معاكي تلاقي نفسك انا لازم اكوب عشان تبقى ايه، انا مع الناس مع الحاجات دي تلاقي نفسك تشتريها. بس بعد كده تلاقي نفسك حياتك سهلت جدا لانك انت بقى عندك حاجه لكل حاجه. عايزه تقطعي بطيخه عندك البتاع اللي بتقطع البطيخ، وعندك البتاع شفت البتاع اللي بتقطع الرول اللي بيعملوا كده مكعبات، عندك كل حاجه. لا انا عندي دي حاجات حلوة. كتير بس هعرف دي عجبتني. دي حلوه. اعتقد دلوقتي على كنز في حاجات كتير قوي في حاجات يعني انا فاكر مره كنت شفت حاجه على التيك توك، دخلت دورت عليها ما لقيتهاش. هم عندهم حاجات ظريفه قوي. انا كان ساعه حاجات ما ببقاش عارفه هي بتعمل ايه، ادخل اقعد اتفرج على فيديو فيها الاول. مش هتلاقيها، بس عندهم حاجات البطيخ اللي بتقولي عليها دي موجوده عندها. كده. صح. والمكنه اللي بتشيل الوبر